أهلا أهلا. النهاردة هنعمل مع بعض سورة الأوزي، أكلة شامية 100%. هنعملها بمكونات بسيطة جدا وموجودة في أي بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشرفوني أنا اسمي نهى، ما تنسوش تشتركوا بالقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا. معلقة من السمنة البلدي على النار وهنحمص فيها اللوز بتاعنا. اللوز متقشر ومتقطع انصاف بالشكل ده. هنحمره بالشكل ده في معلقة السمنة لغاية ما يدينا اللون البيج الفاتح ده، لان هو بعد ما بنشيله بيكمل تسوية فهيحمر شوية كمان. فهنشيله ونسيبه على جنب، وفي نفس الطاسة وفي نفس كمية السمنة هنضيف البسلة بتاعتنا. عندي نص كيلو من البسلة المتفرزة، بنحمرها في نفس معلقة السمنة ومش هنزود حاجة تانية. وبعد ما تتحمر بالشكل ده هنضيف رشة من الملح وهنكمل تقليب، ونشيلها برضو ونحطها على جنب. في نفس الطاسة هنزود معلقة صغيرة كده من السمنة البلدي، وهنضيف دلوقتي اللحمة المفرومة بتاعتنا. اللحمة المفرومة نص كيلو من اللحمة المفروم الضاني. عايزة تستخدمي البقري براحتك، عايزة تستخدمي قطع لحمة ضاني بس تكون صغيرة برضو براحتك. استخدمي المناسب ليكي المتوفر عندك في البيت. هنشوحها بالشكل ده لغاية ما تشرب المية بتاعتها. هنزود بقى رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، كمان عندي 7 بهارات. دي بس كل مكونات البهارات بتاعتنا. ممكن تضيفي قرفة بس هو مش بيتحط لها قرفة، هو كده تمام جدا. هنقلب كويس جدا وهنخليه على جنب. في حلة بقى هنضيف معلقة السمنة بتاعتنا ومعلقة الزيت، وهنشوح فيه كوبايتين من الرز المصري. الرز المصري يا جماعة، الأوزي بيتعمل بالرز المصري. طبعا اللي عايزة تعمله بالرز البسمتي براحتها، بس احنا بنفضل الرز المصري في الوصفة دي بالذات لانه بيدي طعم رائع. معلقة ملح صغيرة ومكعب من المرقة. حابة تستغني عن مكعب المرقة برضو حاجة ترجعلك وبراحتك. كملنا تشويح الرز بالشكل ده لغاية ما فلفل عندي وبقى جميل جدا. هنزود بقى المية بتاعتنا. على كل كوباية رز كوباية وربع من المية. هنغطي بقى على الحلة وهنسيبها على نار هادية لغاية ما يتشرب الرز بتاعنا بالشكل ده. هو اتشرب يعني المية قلت عندنا والرز الحباية نفسها انتفخت كده. هنقلبه شوية وهنبدأ نضيف اللحمة المتشوحة اللي فيها الملح والفلفل والسبع بهارات بالشكل ده، عشان تاخد من طعم الرز والرز ياخد من طعم اللحمة. وهنسيبها على نار هادية شمعة، ونغطي الحلة ونسيبها لغاية ما تستوي خالص. بعد ما استوى الرز واللحمة كده تغلغلت والطعم بقى رهيب، هنفضيه بقى في طبق كبير كده عشان يتهوى. نحط عليه البسلة بتاعتنا وكمان اللوز المتحمص. وبصوا درجة اللون، مع ان احنا شايلينه بيج فاتح، بصوا درجة اللون بقت مظبوطة جدا. هنقلب بقى المكونات كده مع بعض ونبدأ بقى نحشي الأوزي بتاعنا. عندنا هنا لفة جلاش باخد منها ورقة وبتنيها على 2 بالشكل ده. طبعا ممكن تستخدمي اكتر من طبقة، انتي حرة، بس فضلت قوي ان هي طبقتين بس صغيرين بالشكل ده بيبقى افضل بكتير. هندهن الطبق بتاعنا دهنة كده من السمنة وهنبدأ نحط الجلاش بتاعنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ونحاول نضغط بالراحة جدا عشان ما يتقطعش معانا. طبعا حجم الطبق ده بيرجع لك، يعني ممكن طبق صغير طبق كبير براحتك خالص. انا هنا فضلت الطبق الوسط وحطيت الطبقتين الجلاش بالشكل ده، وهضيف حشوة الأوزي معانا كده. البسلة مش نية يا جماعة، البسلة لما اتقلت استوت بس لسه محتفظة بلونها. بعد ما خلصت الحشوة بالشكل ده بضغطها كويس جدا وببدأ اقفل من الجناب. واهم حاجة ان الرز ده ما يطلعش بره، يعني احنا نحاول نقفله كويس جدا علشان الرز بتاعنا ما يطلعش بره الكفر بتاعه. هنقفل بالشكل ده ومش هنضيف لا سمنة ولا اي حاجة خالص، لان هي طبقتين صغيرين فمش مستاهلة. لو زودتي عدد الطبقات طبعا بتزودي ما بين الطبقة والطبقة دهنة سمنة كده. بعد ما قفلناها وضغطنا عليها كويس بنقلب وبنطلع سرة الأوزي بالشكل ده ونحطها في صينية مدهونة بسمنة ودهنة محترمة، يعني ما تبخليش بدهنة السمنة بتاعتنا. بعد كده بدهنها بدهنة سمنة تانية بس بأكد عليها، لأن
السمنة هنا هي اللي بتديها اللون الحلو والقرمشة الجميلة. هندخلها الفرن لدرجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير، وهتلاقي وشها لون وبقى مقرمش ولونه ذهبي ويجنن. هنزينه بقى بشوية من اللوز على الوش، ودوقي بقى أحلى سرر أوزي. بجد الشكل وهم، وبينفع طبعا في المناسبات، والطعم خطير. بجد يا جماعة الشكل جنان والطعم خطير. أتمنى تجربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتدعيلي. بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. لو حبيتوا الفيديو سووا لايك وشير واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله.